موضوع الفيلم اليوم كلش مهم. هواية سألوني شلون طريقة التقديم. يعني أنا هسه صارت عندي شهادة البي آينز. أنا هسه عندي شهادة البي آينز، شهادة اللغة البي آينز. طبعا بدون شهادة اللغة البي آينز يعني كل شيء ندرسه، يعني حاكي هواية. المهم هسه نفرض جدلا انه انت صارت عندك شهادة البي آينز وانت مخلص سادس. شوف، مخلص سادس، ركز وياي، اي سادس، يعني ادبي علمي الى اخره حسب الاختصاصات، بس يعني اي سادس نظريا، او مخلص كلية، اي كلية، او سادس ودارس سنة. يعني انت سادس ودارس سنة. خلينا نقول انت انقبل مثلا خلصت سادس وانقبلت هندسة ميكانيك ورحت درست، خلينا نقول عفوا انت خلص سادس ورحت ميكانيك فدرست اول سنة، خلصت اول سنة تقدر تروح تكمل الميكانيك مالتك بالمان، وهذا بعد اسهل. راح اشرح لك، ابقى بنهاية الفيلم راح اشرح لك التقديم على الجامعات، خلينا نقول بأدق التفاصيل. يعني انا اعتقد غطيت كل التفاصيل المهمة. بعدين الامور يعني التفاصيل الصغيرة بعدين تقدر انت وحدك تلقاها. المهم، فالتقديم الجامعات في المانيا قلنا منو خريج السادس، خريج سادس ودارس سنة بالعراق، او خريج كلية يريد يكمل ماجستير الى اخره، يقدم عن طريق، يعني التقديم على الجامعات في المانيا يكون بطريقتين. لو التقديم المباشر، يعني انت تروح على موقع الجامعة وتقدم عن طريق موقع الجامعة بشكل مباشر، او تقدم عن طريق جهة ثالثة يسموها جهة فاحصة، يسموها اليوني اسيست. هاي الجهة الفاحصة اللي اسمها يوني اسيست تسهل هواية عمل. يعني انت تدز اوراقك العراقية لهم مصدقة من الخارجية وبها طبق الاصل، وترسلها اليوني اسيست. يوني اسيست تشيك المعلومات وانت تقوم تقدم عن طريقهم، مو يوميا مسوي ورقه بجلاوبتجن يعني طبق الاصل ودازها للجامعه، لا، هي مره واحده تدزها يوني اسيست. يوني اسيست تضمنك امام الجامعات كلها، تضمنك امام الجامعات كلها. فهمني شلون؟ فبالتالي بعدين عن طريق اليوني اسيست انت ما تحتاج غير فقط الطب على البورتال، على الموقع الاونلاين، وتقول لهم اريد هاي الجامعه، بس تقول له صبمت، يعني بس تقول له قدم لي. هم يقدمون، يعني هم يشيلون الاوراق بدلا عنك، يقدمون. انت بس مره واحده تتعب وتخلي اوراقك باليوني اسيست وتملي كل معلوماتك. تفهمني شلون؟ يعني وكانه يوني اسيست واحد من قرايبك نعطيه كل المعلومات ويمشي لك بالمعامله. بالضبط هذا وصف اليوني اسيست. زين، يعني بهذا الفيلم نهايته انا شارح لك، يعني هنزل لك فيلم شارحه على الحاسبه، شارح لك بالتفصيل فشلون انت تقدم مباشره على الجامعه، شلون كذا تلقى المعلومات، وشلون تقدم على اليوني اسيست. فاتمنى تشوف الحلقه للاخير، واي اسئله عندك اتمنى تسالني. بس بالاخير اريد احكي شغله كلش مهمه. اتمنى انه انت بعدك تدرس الماني وما تعبت وما مليت، لأنه بدون اللغة الألمانية صعب تتحرك من هنا لهنا، وصعب تحقق أي حلم. بدون اللغة الألمانية أنت كل شيء ما راح تقدر تتقدم، يعني أي خطوة للأمام ما راح تقدر تتقدم. يعني أنا أعتبر اللغة الألمانية أو مستوى البي واحد هو الفيزا. تقول لي هاي شنو هاي؟ هي هاي الفيزا. ليش هي هاي الفيزا؟ تعرف هي هاي الفيزا؟ أو خلينا نحكي فد منطلق كلش هواية تسمعه بس تحسه مو منطق. كلش هواية نسمع، أنا أسمع أنه ألمانيا محتاجة كلش هواية ناس. نسمع هواية حكي ألمانيا محتاجة كلش هواية ناس، بس من تصفون تقول عاد ليش ما ياخذونه؟ شو أنا أقدم يرفضوني؟ ألمانيا تريد هواية ناس
بس اي ناس؟ اي نوعيه ناس؟ شوف هذا السؤال كلش مهم. طبعا مو بس المانيا وكندا وامريكا وبريطانيا كلهم يريدون ناس، بس اي ناس؟ السؤال المهم اللي لازم تسأله على روحك، اي ناس يريدون ذول المجتمعات على مود يسدون الفراغات؟ انا اقول لك، اولا اكو جاب كبير، اكو فرق كبير بيننا وبينهم، فرق كلش كبير. زين، طبعا الفرق هذا الكبير مو لانه هم يفتهمون احسن من عندنا، لا، بس لانه هم يشتغلون باسلوب حديث ومنظم احنا بعدنا ما واصلين، او لازم نثبت انه احنا واصلين. شلون؟ يعني هم من يشوفون جودة التعليم في استراليا يروحون يشيكون جودة التعليم في استراليا، يروحون يدزون خبراء وفحوصات وكذا ويشوفون المواد والطلاب ومستواهم، ينطون تقييم يقول لك اي واحد خريج استراليا يجي مباشرة ما يسوي معادلة مثلا، او الى حق يقدم والمعادلة مالته عبارة عن شغلة روتينية مثلا. طبعا انا اذا افرض هذا الحكي ما اعرف، بس يعني المتطلبات اللي عند الاسترالي مو مثل اللي عندك، انت تتعب هوايه. يعني على الاقل الاسترالي يقدر يحصل فيزا ويجي المانيا بدون قيد او شرط، يعني يجي هنا ينزل بالمانيا يقول لهم يابا انا ترى طبيب اريد اعادل شهادتي، يقول لك اي تعال اركض يركضوا لي. اما انت لا، لازم بالعراق، انت طبيب او انت مهندس لازم بالعراق تثبت نفسك، تفتهم له كذا الى اخره، تعادل شهادتك، تجي لهنا شهاده ويرجعوا لك اياها. تفتهمني شلون؟ يقول لك تعلم لغه. ليش؟ لان هم ما يثقون بينا كمجتمع عراقي، ما يثقون بينا انه احنا هاي الفجوه اللي بيناتهم مسدوده، هاي الفجوه مسدوده على الناحيه الاجتماعيه وعلى الناحيه العلميه، من الناحيه الاجتماعيه والناحيه العلميه. زين، من الناحيه الاجتماعيه شلون نريد تضمن؟ خلينا نحكي على الالمان. من الناحيه الاجتماعيه المانيا شلون تضمن انه انت انسان جاهز انه تطب للمجتمع مالتهم؟ شلون؟ عن طريق اللغه. عن طريق اللغه. انت ما راح تدرس لغه بي واحد، مو مجرد جمل وكلمات تدخل لاذانك، لا، انت قاعد تدرس ثقافه وحضاره كامله، يعني او مبادئ او قيم كامله. يعني انت من تروح خلينا نقول للمخضرشي، خضرشي يسموه مهم بقال الى اخره، وانت تشتري شنو تحكي وياه؟ ايش قد تخلي مسافه بينك وبينه؟ شلون تحكي باحترام؟ بيا طريقه، بيا نبره صوت، ترفع صوتك لو ما ترفع صوتك، هاي كلها تتعلمها باللغه انت باللا شعور، ما تعرف شلون، بدون ما تحس. يعني مثلا انت اذا بديتوا تقرون الماني، يعني اكو فرق، تعرفون اكو فشي من تحكي بالدو وتحكي بالزي. يعني من تقول له في هايس دو شنو اسمك، يختلف من تقول له في هايسن زي، ما هو اسمك للاحترام، للبروفيسور، للكذا. فانت من تروح للبقال لو انسان اول مره تشوفه ما تقول له في هايس دو، هو مو صديقك، تقول له في هايسن زي، ماذا اسمك يا سيد؟ شلون احنا بالعربي نقول. فهاي انت ما يعني مو بس قاعد تتعلم لغه، قاعد تتعلم ثقافه مجتمع. فهو من يقول لك اريدك بي اينز، يريد يسد الجاب، يريد يسد الفجوه الاجتماعيه اللي بيننا وبينهم، مو لانه هم صحيح ولا لانه مثلا هم احنا غلط. يعني هسه احنا ما نريد نقيم، بس هو يريدك تكون بنفس المستوى، على مود من يجي واحد يتعامل وياك بنفس الاسلوب، ما تقول هذا قاعد يتعارك وياي، ولا تقول عليه قاعد يهيني، ولا تقول عليه قاعد يقلل من قيمتي. تفتهمني؟ يريدون يعلموك المجتمع هناك شلون دا يمشي. هذا جانب. فاللغه مو مجرد تثبت انه انت تحكي، لا، تثبت هل انت قادر ان تندمج بالمجتمع لو غير قادر. فاللغه الالمانيه هي الفيزا مالتك، هي الفيزا. يعني انت من تجيب له بي واحد، يعني انا برايي 80% من الفيزا اخذته، هذا رايي الشخصي، 80% من الفيزا اخذته تحت اي قيد او شرط. يعني لان يقول لك هذا يحكي الماني، هذا يعرف المجتمع، يعرف القيم،
يعرف شلون يتصرف، يحكي وياي حتى لو ما يحكي كل زين، بس فهم الكونسبت. فسد الجاب الاجتماعي. هسه يا جاب لازم نسد، سدينا الجاب الاجتماعي، لازم هسه نسد الجاب العلمي. الجاب العلمي شلون نسده؟ بالشهادات مالتنا. المهندس يجيب شهادته، والطبيب يجيب شهادته، وبالسادس علمي يجيب شهادته، وبالسادس ادبي يجيب الى اخره. كلكم عندكم شهادات، بس المانتي تتاكد هل انت فعلا صاحب هاي الشهاده؟ فعلا بنفس المستوى؟ حقيقيه هاي الشهاده لو تزوير؟ من حقها الدوله تريد تعرف يعني. فلهالسبب سووا هاي الهيئات للاعتراف، خلينا نقول زاب للكذا، للجامعات والمعاهد. المعادلات الطبيه تختلف، لازم تروح هناك يلا تسويها. تخيل، لانه يريدون يتاكدون. السادس علمي، ها تسوي سنه تحضيريه، مره يقول لك اي، مره يقول لك لا، مره يقول لك لا سوي اوس بيلدونج، يعني فتحاطين كل ولايه شكل يعني. بس تبقى يعني موضوع المعادله، يعني مثلا انت من تدز اوراقك الى زاب وترجع المعادله، شو يقولون؟ يقولون هذا الانسان فعلا دارس 4 سنين في كليه، خلينا نقول الفارابي، وفعلا هو مهندس، او فعلا هو معلم، او فعلا هو مدرس ميكانيكي الى اخره. فعلا. لكن هل هو فعلا ميكانيكي يعرف يشتغل؟ ما نعرف. بس احنا نعرف انه هاي الشهاده حقيقيه، وهاي الجامعه موجوده، وهاي الجامعه فعلا تنطي هيك دروس، وهذا الانسان درس يمهم فعلا. يعني انت احتمال ما اخذ شهاده وكش ما تفتي، بس ما يقدرون يكشفوك. يعني هم يعرفون انه انت خريج هاي الجامعه، خلاص يعطوك هاي الشهاده، لا تمتحن لا كش ما تسوي. ايش صار عندك؟ سدينا هسه شنو عندنا؟ سدينا الفجوه الاجتماعيه بالبي اينز، وسدينا الفجوه العلميه وين؟ بالشهاده مالتك. حتقول لي ما عندي شهاده، روح شوف الفيلم مال امتحان التيست اي اس للانسان اللي ما عندهم شهاده السادس او شهاده الثالث، شلون يسوون الامتحان على ما تجيبون شهاده تعادل الشهاده الثانويه الى اخره. زين، راح تقول لي اني ثالث متوسط ما عندي. اكو حل ثاني ممكن انت تسوي، وهو انت تجيب شهاده بي 2 مو بي 1، بي 2، وتقول لهم انا راح اروح الالماني وهناك ادور على اوس بيلدونج. يعني ما احتاج ادور اوس بيلدونج من العراق، اروح الالماني وهناك ادور تدريب مهني. هم ممكن تقدر تقنعه، تقول له انا عمري صغير، عمري 22 وعندي شهاده بي 2 وانا خريج ثالث متوسط واريد اكمل هناك. يصير، تقدر، ممكن. سهله؟ لا مو سهله، صعبه، كلش صعبه، بس ممكن. اي ممكن تصير. انا مستعد اساعدك لحد اخر لحظه. المهم، مثل ما قلنا موضوع هاي الحلقه وهو انت شلون تقدم على الجامعات. فسويت لك فيلم بسيط من 11 دقيقه، ورا هذا الفيلم يحكي عن شلون تقدم على الجامعات الألمانية، أما بطريقة مباشرة أو عن طريق اليوني أسيست. التقديم على الجامعات مثل ما شرحت يكون على شكل طريقتين. أما تروح على الجامعة بشكل مباشر وتقدم عليها، راح نشوفك الطريقتين هسه. أما تروح على الجامعة وتقدم عن طريق الجامعة بشكل مباشر، أو تقدم عن طريق اليوني أسيست، راح تقول لي شنو الفرق؟ شلون راح أعرف الفرق بين الجامعة اللي تقبل التقديم المباشر وبين الجامعة اللي تقبل التقديم عن طريق اليوني أسيست؟ زين، هسه راح حشوفك شلون انت من تقعد تدور على الاختصاص مالتك. يعني خلينا نقول مثل ما حكينا بالحلقة الثانية مال شلون تقدم او الشرح التفصيلي للتقديم على الجامعات، وانت تقرر تدور يعني على اختصاصك، فتشوف هواية جامعات في ألمانيا. يعني مرة تشوف في برلين، مرة تشوف
بشتوتغارت، مرة أشوف بدوسلدورف إلى آخره. فمن تلقى الجامعة تدخل على الويب سايت مالته، على الموقع مالته. هنا الويب سايت والموقع مال الجامعات هو موقع رصين يعني، ودائما محدث يعني، ما تقرأ بمعلومة خطأ، نادرا ما تلقى معلومة خطأ أو قديمة، أبدا ما تلقى هذا الشيء، اللي تقراه هو الصحيح. زين، فأنا اليوم جبت لك مثالين على شغلتين على مود تعرف الفرق. زين، هسه أنا الخيار الأول التقديم على الجامعة بدون اليوني أسيست. شلون؟ هسه أنا جبت لك مثال جامعة كايتي، طبعا جامعتي لأنه أعرف كل تفاصيله. زين، أنت تقول مثلا أنا ما أعرف ألماني، تقدر منها تحول إنجليزي والى اخره. راح اعوفه بالالماني لان اسهل لي واسهل الك، على مود تعرف شلون تدور على الاختصاص مالتك. المهم تيجي على ستوديز، هذا بعد انجليزي. المهم تحاول مثلا تقول له يابا اريد الابلكيشن، وين وداك على الابلكيشن. ايش قال لك؟ قال لك يابا تريد before your study، ما اعرف ليش بقى انجليزي، المهم او during your study او after. لا تقول له before، اريد ادرس انا مثلا بكالوريوس، بكالوريوس خلينا نقول، دوس على البكالوريوس. زين، شكو بالبكالوريوس؟ اكو هاي الاختصاصات. تقول له مثلا انا اريد ادرس ميكانيكال انجينير او كهرباء او مواد الى اخره. فتقول له من دوس على اللينك، يطلع لك هاي ماشين باو باشر اوف ساينس، اللي هو طبعا ماشين باو هو الميكانيك، لكن بالالماني يسموه ماشين باو. هنا انا شارح لك شلون تداوم. هو عبارة عن 6 سمستر، قلنا السمستر عبارة عن 6 شهور إلى آخره. هنا راح تلقى شغلات حلوة اسمها الإغسا فاخ سمستر نيش تسلاسم بشغنكت، والهوهس فاخ سمستر هم نشت تسلاسم بشغنكت. شنو معناها؟ معناها أنت من تقدم على هاي الجامعة ما محصورة المقاعد فقط على ولد المدينة، يعني ولد الولاية الألمان أو الأوروبيين، لا، أي واحد يقدر يقدم. والهوخ سمستر لما علمتك قلت لك تروح تدرس سنة بالعراق وبعدين تجي تكمل بألمانيا، يعني تدرس سنة ميكانيك بالعراق، تجي هنا رأسا تقدم، يسموه هوخ سمستر. فكلها نشتت سلاسن بشغنك. شنو يعني؟ يعني انت ما تدخل منافسة، يعني تنقبل، يعني بحقق الشروط تنقبل. زين، طبعا هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك التقديم على هذا الاختصاص فقط بالشتاء حصرا، بس اذا تقدم على الهوخ سمستر تقدر بالشتاء وبالصيف. هذا سبب ثاني يخليك تدرس سنة بالعراق. زين، شو وقت التقديم؟ التقديم دائما يوم 15/9 يبدي من كل سنة، من كل سنة. الهوخ سمستر مثل ما قلنا يبدي 15/9 و15/3 للدراسة الصيفية. قلنا بالسنة اكو دراستين، شتوية وصيفية، هذا الاختصاص بيه بس شتوي. بس اذا انت دارس سنة بالعراق تقدر تقدم اما بالشتوي او بالصيفي. وهنا انا كاتب لك 15/9 شتوي، 15/3 الصيفي. يبدأ التقديم هذا التاريخ الى اخره. تعوف هذا الحكي كله، طبعا تقدر تقرأ على كيفك، كل واحد تدوس عليها تطلع كل تفاصيلها، وهاي هم تقدر تشوف هذا الفيلم. زين، تيجي هنا وين؟ على تسوغانغ فور او زيتسونغ. هنا انا كاتب لك الشروط. لازم عندك ابيتور، شهادة سادس، عندك الى اخره، عندك الشهادة مال اللغة. زين، هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك اذا عندك B1 انطيك قبول، B1 انطيك قبول اذا عندك شهادة B1. فلسه بقول لكم شهادة الB1 يا عالم كلش مهمة الى اخره. تجي هنا أنا على البيفيرمون بورتال. هذا البيفيرمون بورتال هذا حاطي لك اكس هنا. ليش اكس؟ لانه وش قلنا التقديم شو وقت يبدي؟ تقديم يبدي 15/9. احنا هسه وين؟ بشهر الواحد، فمسدود. بس يا تقديم مفتوح الهوخ سمستر اللي اذا انت دارس سنة بالعراق، وهكذا.
اوكي. فمن هنا رأسا جو اوف نت تفوت عليه يوديك هذا، من تسوي ريجستر تدخل معلوماتك، وراح يسألون سؤال وجواب سؤال وجواب، فورمة تمليها اونلاين، وبعدين بالاخير يقول لك اطبعها. راح تطبعها وتخلي وياها الاوراق مالتك مصدقة من الخارجية، وبتسوي نسخة طبقا لأصل مين قلنا من السفارة الألمانية، تسوي موعد وتدزها كلها بالبريد. راح تقول لي شلون تدزها بالبريد؟ راح اقول لك بالدي اتش ال من عنوان القريب عليك، والعنوان مال الجامعة راح يكون مثبت بالطلب اللي راح تتمليه، يعني موجود دائما. وترسل الأوراق ويجاوبوك، يقول لك يابا أنت مقبول، يعطوك تسلاسونج. إذا أنت عندك شهادة B1 تحصل قبول مباشرة. من تحصل قبول الجامعي رأسا وين تروح؟ تروح تقدم على فيزا دراسة، انتهى في المكان. هذا هو، حلت المشكلة. هذا بالنسبة للتقديم المباشر. زين، تعال نحكي على التقديم غير مباشر. إذا فتت على جامعة خلينا نقول مثل جامعة هوخشولة دارمشتات، طبعا أنا دورتها على مود ما أظل يعني ألف ودور. هنا شنو موجود؟ زين، أي هذا نرجع لي ورا. زين، هسه هاي مثلا كلية دارمشتات، حلو. هاي تقول له يا بريد شتوديو منقبوت شتوديان جانجي انجينير فيزنشافتن، يعني هندسة. هنا طلعت لك كل الاختصاصات. قلت له يا بريد ماشين باب، لا مثلا ماستر ماجستير او بكالوريوس اللي قماينه ماشين باب مثلا. حلو، نفس الحالة نفس الشيء نفس الفيلم. زين، تيجي هنا قال لك يا الدراسة 6 سمستر بيها صيفي وشتوي. اللي تسلاسن بيشغلكم ماكو، يعني ما حاصريها فقط لأبناء المدينة، لأبناء العامة إن صح التعبير حبيبي على قولة صاحبنا. زين، فتجي على البيفيربونج التقديم، راح تلقى هاي المعلومات، راح تلقى كلمة بيفيربونج تدوس عليه وداك الغير صفحة. زين، ايش قال لك؟ قال لك انت انترناشونال لو الماني؟ لا انت انترناشونال. قال له هنا راح يقول لك ستوديان بلاتس مت اوسلندشن سوينس، يعني اللي ناس عندهم شهادة جامعة، شهادة اجنبية، فتدوس عليها. ايش راح يقول لك؟ يقول لك يابا اذا انت عندك اوسلندشن تسوينس لازم تروح وين تقدم على اليوني اسيست خويا تدقل، لانه اريد جهة فاحصة للاوراق مال السادس علمي مالتك على مود تتاكد انه اوراقك صحيحة. فمن هاي الجهة الفاحصة؟ هي اليوني اسيست. زين، هسه وين نروح؟ هسه نروح نقول على اليوني اسيست. اليوني اسيست عبارة هذا عنوانه بهالبساطة، يوني اسيست تكتب تطلع لك هاي هكذا الى اخره. اللي هم تسوي بها حساب اليوني اسيست، و تسوي حساب وتسوي بحث على الجامعات. حلو، هاي يطلع لك كل الجامعات اللي التقديم عنها عن طريق اليوني اسيست. انا شو كتبت؟ انا كتبت باو اعتقد. ايش طلعت لي؟ طلعت لي هوخشولة دارمشتات. هاي نفسها اللي شفناها انا وياك، هاي اللي شفناها انا وياك، هوخشولة دارمشتات. راح تقول له يابا شو ديتيلز، افتح لي اياها. راح تقول له هنا أنا اختارها سيلكت، دوس على سيلكت. وين راح تروح؟ راح تروح لك هياتها بالانبوكس، هياتها هاي الجامعة. قال لك هاي الجامعة تريد تقدم عليها، ترى سعر التقديم عليها 75 يورو. ايش قد السعر؟ 75 يورو. راح تدوس هنا راح تخلي كل معلوماتك، اسمك، الوطن، البنت، مدينة، الكذا، الجواز، عيد ميلادك، الشهادات الماخذها، وين مشتغل، بدأ تمتحن ما ممتحن إلى آخره. كل معلوماتك تدخلها هنا، كل المعلومات دخلها هنا، سؤال وجواب سؤال وجواب. بالأخير من تخلص تقول لك يابا تعال ادفع، choose payment option. شو يقول لك؟ يقول لك اما تدفع بالكريدت كارد او تدفع بالسفورت بوفايزنج. هذا ما موجود بالعراق لانه لازم تحويل مالي، ما اعرف يمكن عن طريق التي بي اي ممكن نظريا، بس بالكريدت كارد يعني عندك فيزا كارد، عندك ماستر كارد،
تروح تقول له يابا تشيك اوت، ها هذا منها تختار كذا كذا وتروح تدفع فلوس. هاي بهالحالة قدمت على اليوني اسيست. أنا هنا يعني وصلت إلى النهاية. هنا شرحت لك شلون تقدم على الجامعات، أما عن طريق اليوني اسيست لما الجامعة تطلب منك، أو تقدم بشكل مباشر مثل جامعة كايتي أو جامعة آخن إلى آخره. أتمنى أكون فدتكم بهذا الشرح، وأتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى الجميع يدرس ألماني يعني وباقي على خط ومستمر وما تعب وما مل. تحياتي للجميع.